يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ومنتظر حبيبي أبو مرتضى، عفوا. شلونك شيخ عباسي؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك أبو مرتضى. أنا عندي سؤال إذا تسمح لي. إي خادما. الله يحفظك ويرعاك. لا تخلو الأرض من حجة. ما المقصود بالحجة؟ وشنو واجبات الحجة اللي الأرض لا تخلو من عنده يا شيخنا؟ أنت شنو لو شيعي؟ لا والله شيعي أنا. حبيت أسأل هذا السؤال أنا. بر من الصرخية، قل اللهم إني أبرأ من الصرخية. لا 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 يا معود، لا شانين احنا بالوادم، عرفنا ما لنا شغل. الحجة هم الأنبياء والمرسلين والأئمة سلام الله عليهم. نعم، إذا تقصد بالحجة الإلهي فقطعا هو الإمام المعصوم أو النبي، هذا الذي لا تخلو الأرض منه. كيف شيخ؟ شنو واجباته عفوا شيخنا؟ شنو واجباته؟ واجبات الإمام بعد النبي صلى الله عليه، طبعا واجب النبي تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. واجب الإمام بعد النبي الحفاظ على رسالة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث المعروف عنه صلى الله عليه وآله. أنقل نص الحديث أنا موديكم. يقول: في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ألا وإن أئمتكم وفدكم إلى الله تعالى فانظروا من تفيدون. هذا هو وظيفة الإمام، الحفاظ على الدين بينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. المحافظة على الدين هو وظيفة الإمام عليه السلام. أحسنت شيخنا المحترم. يعني الآن عرفنا أن واجبات الحجة هو الحفاظ على التبليغ الذي بلغ به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، ومن واجباته أن يحافظ على هذا الدين من الانحراف ومن الانحطاط. والكل يعلم الآن في الأمة الإسلامية اللي هم أكثر من 1.5 مليار مسلم بها انحراف وبها انحطاط. شيخنا المحترم، سؤال منطقي. 1200 سنة والإمام المهدي هو حجة إلهي، وين من هذا الدور بالحفاظ على الدين والحفاظ على التبليغ الذي جاء به النبي من التحريف ومن الانحطاط؟ إذن هو أخل بواجباته. أولا نحن نؤمن بأن الإمام المهدي عليه السلام معصوم، كل حركاته وسكناته بأمر الله سبحانه وتعالى، فهو غائب بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم شيخنا، بس جنابك المحترم أنه الغيبة لا تستلزم كتم العلم. نعم هنالك غيبة، بس الغيبة ما تستلزم كتم العلم. أنا أسأل أين حفاظه عن الدين وعن التبليغ الذي جاء به النبي؟ جيد. الآن أنت من تفضلت وأنا سمحت لك بالكلام. نعم. وجاوبت طبعا هسه على جوابك على سؤالك، وهذا طبعا تكرر عليه السؤال 3 مرات في البث. من تفضلت وسألتك أنا قلت لك أنت شيعي، قلت يعني شيعي. نعم أنا شيعي. وقلت لك وسألك الأخ أنا أنت صرخي، احنا ما نخاف منك ولا نخاف من الصرخ. عفوا شيخنا، العقيدة ما بها تقليد، هاي عقيدة والعقيدة ما بها تقليد، وأنت أعلم وأفهم مني بهذا الكلام. صحيح صح. أنت تؤمن الآن بالإمام المهدي وما تؤمن به؟ نعم أنا أؤمن به كبشارة بشر به النبي، أما إمام مولود 1200 سنة وكاتب للعلم لا، ما أؤمن به. إذن أنت مو شيعي حبيبي. كيف يكون للشيعي أن يؤمن بإمام كاتب للعلم يا شيخنا؟ الشيعي غير يقتدي. يا حبيبي أنت مو شيعي. سبحان الله، معقولة هؤلاء معممين يا شيعة؟ معقولة تقتدون بهؤلاء المعممين المهزوزين؟ سألناه سؤال منطقي: شنو واجبات الحجة؟ قال الحفاظ على الدين، الحفاظ على الإسلام من الانحراف. وسألناه سؤال منطقي جدا: هل الإمام المهدي المولود قبل 1200 سنة قام بهذا الدور؟ هل حافظ على الدين؟ هل حافظ على التبليغ؟ هل حافظ على الإسلام من الانحراف؟ هذا هو سؤالنا. بعد أنت تجي وتقول لي أنت مو شيعي، ليش هو معيار التشيع من اللي خلاه؟ أنت لو أهل البيت عليهم السلام، أنت لو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي يقول: العلماء رجلان، رجل عالم أخذ بعلمه فهذا ناج، وعالم كتم علمه فهذا هالك.
فكيف تقتدي بإمام عالم معصوم مولود قبل 1200 سنة كاتم للعلم وكاتم للبينات؟ كيف يكون عليك حجة أمام الله سبحانه وتعالى وهو قاعد عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ والسلام عليكم.